السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أحبابي اللي مشرفيني في القناة. كل سنة وانتم طيبين بألف خير يا رب. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض صوابع الجلاش المحشي لحمة مفرومة أو محشي أي حاجة، المهم إن هو صوابع جلاش محشي حادق مش حلو، بس وصفة ما شاء الله تنفع معاكي بقى. احفظيها عندك للعيد وللعزومات، تنفع معاكي في العزومات، وصفة تشرف. حلوة قوي وشكلها جديد كده ومختلف عن اللي احنا بنعمله دايما. يلا كده بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا لفه جلاش كانت عندي في الفريزر، فطلعتها سبتها لحد ما طريت خالص، وبعدين افتحها، افرد اللفه كلها واخد كل ورقه لوحدها. كل ورقه لوحدها اتنيها على بعضها كده زي ما انتم شايفين كده لوحدها. بصوا انا هستخدم تقريبا اللفه فيها 10 ورقات، فانا هعمل كل ورقتين على بعض هيعملوا معايا 5 صوابع طوال كده، ونقطعهم بالتقطيعه اللي احنا عايزينها. تمام. بنستخدم كل ورقتين على بعض زي ما انتوا شايفين كده. انا هاخد كل ورقة لوحدها، وبعدين هنسيح معلقتين سمنة او يعني نص كوباية سمنة كده واخليها جنبي وادهن بيها او زبدة. هنحط كل ورقتين على بعض وندهنهم بالزبدة كويس قوي او السمنة. لازم تدهنيهم كويس علشان يبقى مورق معاكي. وهحشي بقى عصاج لحمة مفرومة او اللي انت عايزاه، اي عصاج، ممكن جبن، ممكن خضار، ممكن ميكس من الجبن، ممكن عصاج فراخ، اي حاجة. انا هحط اللحمه بتاعتي واحط فوقها شويه من الجبنه الموتزاريلا كده وهلف. بصي اهو، بتضغطي من صوابعك كده بصوابعك من قدام عليها على الحشوه اول ما بتلفي وتلفيه، وبيبقى معاكي سهل وزي الفل. هحطه في الصينيه بتاعتي اللي طبعا احنا دهنينها سمنه كويس قوي من تحت. ودي كمان مره اهوت، شوفوا بندهن كويس قوي السمنه. بصي على فكره ممكن تعملي 3 ورقات، ممكن تعملي ورقه بس اللي يريحك، ولكن الورقتين على بعض دي بتبقى مناسبه وحلوه خالص. تمام. اهو بدهن الورقه اللي تحت الاول، وبعدين احط التانية. لازم يندهنوا كويس قوي الاتنين علشان يبقوا علشان الجلاش يبقى مورق معايا زي ما انتم شايفين كده. وهحط العصاج بتاعي واحط عليه جبنه. زي ما قلت لك الحشو ده يرجع لك انت من اختيارك، اعملي اللي انت عايزاه حطيه، ولكن الوصفه ان الجلاش يبقى صوابع كده بيبقى حلو قوي، احسن من اللي احنا بنعمله ونقطعه بقى شرايح والكلام ده. بيبقى سهل وما بياخدش في ايدك اي وقت، وكمان بيبقى شكله حلو قوي والطعم كمان جميل. والولاد كمان بتحبه ان هي تمسك الصباع في ايديها كده. حلو قوي، اللي هو يبقى بشكل جديد كده فبيبقى جميل زي ما انتم شايفين كده. تاني، انا خلصت بقى اللفه معايا كلها. بصوا ال10 ورقات عملوا لي 5 صوابع يا دوبك على الصينيه اللي هي الوسطانيه في ال3 اللي بيبقوا فوق بعض دول. انا هقطعها على 3 كده، يعني الصبع على 3. ورقه الجلاش الطويله هتيجي معايا 3 صوابع. حلو قوي، كان الحجم بتاعه مناسب وجميل. بعد ما حطيته في الصينيه كده هنقطعه، وبعدين بقى اللي هنعمل له التشريبه بتاعته. معايا هنا كوبايه من اللبن، عليها واحده من الزبادي، وهحط عليها معلقتين من السمنه اللي انا كنت مسيحاها، كانوا فاضلين معايا معلقتين بس. وهقلب بقى كل ده مع بعضه. عايزه تحطي لبن بيض حطي، عايزه تحطي شوربه حطي. الشوربه بتبقى هي اخف حاجه الصراحه، ولكن عايزه اقولك ان التشريبه دي موديه طعمه ولون الجلاش في حته تانية خالص. الزبادي بيخليه طري من جوه، والسمنه على الوش كده بتديله اللون التحفه اللي انت شايفاه ده، وبيبقى مقرمش وحكايه. هتدخليه بقى على فرن ساخن مسبقا، من تحت ومن فوق على الهادي، يعني من تحت على وسط ومن فوق على الهادي لحد ما ياخد لون من فوق ومن تحت، وهيطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله، تحفه تحفه. احفظي بقى الوصفه عندك واعمليها في العيد، اعمليها في العزومات، اعمليها لو جايلك ضيوف.